جبت السمنة وقلت حمري يا بت بقى العدس في السمنة كده وشوفي ايه اللي هيحصل معايا في الاخر. وما تخيلتش اللي حصل معايا لما حمرت العدس وحطيت عليه الخضار والتوابل زي ما انتوا شايفين كده. بجد انصدمت من النتيجة في الاخر، ما تخيلتهاش تبقى بالمنظر ده. تعالوا نشوف. حلة وفيها معلقة سمنة محترمة، سمنة بلدي. ممكن تعمليها بزبدة او سمنة بلدي، بس لو هتعمليها بزبدة حطي زيت عشان الزبدة ما تتحرقش. انا هعملها بسمنة بلدي زي ما انتوا شايفين، لاني معلقة السمنة الكبيرة دي هتغنيني بعد كده ان انا احط في العدس سمنة. السمنة سخنت زي ما انتوا شايفين، هجيب كوباية عدس كبيرة عشان نحمرها سوا اهي. عايزة اقول لكم ريحة العدس وهو بيتحمر حاجة كده عالمية. وهفضل اقلب كده في العدس لحد ما يصفر. العدس لما بتيجي تحمريه ما بيحمرش، بيقلب اصفر. هو العكس سبحان الله، زي ما انتوا شايفين كده كل ما بحمر العدس بيصفر معايا واللون الاورنج بتاعه بيغمق. عايزه اقول لكم ريحه العدس وهو بيتحمر والله العظيم الريحه كانت ماليه البيت، واحنا عشقنا الطريقه دي بسبب ريحه العدس لما اتحمر في معلقه السمنه. زي ما انتوا شايفين كده هفضل احمر في العدس. معايا بقى جزرتين كبار، ومعايا بصلة كبيرة، ومعايا 6 فصوص توم. هقلبهم كده مع العدس وهم بيتحمروا. وطبعا مجهزة طماطمتين كبار مقطعاهم برضو عشان انزل بيهم على الخضار. مرقة بقى دجاج هنزل بيها، واحط فلفل اسود، واحط ملح وكمون، وقلبي بقى. وهجيب الكتل واحط المية السخنة عشان يغلوا مع بعض، وبعد ما يغلوا هوريكم هنعمل فيهم ايه. وكده العدس بتاعنا استوى بالتوابل بالخضار زي ما انتوا شايفين. هنجيب الهاند بلندر عشان نضرب الخليط بتاع الخضار والعدس المتحمر والشوربة او شوربة العدس. عايزة اقول لكم على حاجة، في فرق بين شوربة العدس وفي فرق بين العدس. العدس العادي بيتغمس بعيش، اما الشوربة دي بتتشرب كده وبيتعمل جنبها عيش محمص. تابعوا الفيديو هتعرفوا الفرق بينهم. هجيب طاسة وفيها معلقة سمنة تاني، وعندي بصلاية وسط انا مخرطاها صغير جدا. بصلاية وسط يعني مش كبيرة ومش صغيرة، مخرطاها صغير جدا زي ما انتوا شايفين اهي. وهحمرها كده في معلقة السمنة البلدي لحد ما يصفر. زي ما قلتلك السمنة اللي بتحبيها استخدميها، بس ما بيتعملش بزيت، سمنة. تمام. ولو هتعملي بزبدة يبقى حطي زيت على الزبدة عشان ما تتحرقش. عايزه اقولك على حاجه، شوربه العدس بتتعمل بطشه بصل، اما العدس العادي بيتعمل بطشه شعريه. بقى الشوربه لونها اللون الاصفر الكهرمان، شايفين؟ انا ضربتها بالهاند بلندر. بصوا بقى اللون الاصفر عشان اتحمرت. بصوا بقى لون الشوربه وجمالها. زي ما انتم شايفين كده سايباها بتغلي بعد ما ضربتها بالهاند بلندر، وبحمر لها البصله. هطش معاكم بقى طشه الشوربه، البصله اللي هنخليها اللون الذهبي دي. اوريها لكم. لا انا بصوا، انا عايزه اكتب قصايد شعر في لون الشوربه والله. بصوا الجمال. غرفت بقى شوربه العدس السخنه اللي بصوا يعني كفيله تغير المود بتاعك. بصوا بقى السمك، هي الشوربه بتبقى خفيفه، اما العدس بيبقى تقيل عشان بيتغمس، اما الشوربه بتبقى خفيفه. احنا هنا بنحب شوربه العدس، ما بنحبش العدس التقيل. وطبعا بصل اخضر ومخلل وعيش، حاجه كده عالميه.